النهارده شفت فيلم جودزيلا ماينس وان وبرشح لكم جدا انكم كمان تتفرجوا عليه، واللي دفعني اشوفه هو انه كسب في الاوسكارز افضل مؤثرات بصريه، زائد طبعا الاراء الايجابيه اللي كنت سمعتها من فتره عنه. الفيلم على مستوى مشاهد الاكشن فحقيقي كانت عظيمه، عندنا مؤثرات بصريه ممتازه وجباره والمجهود واضح فيها، وكذلك المكساج والمؤثرات الصوتيه واللي بتقدم تجربه استثنائيه ومتكامله. وخساره ان الواحد ما شافهاش سينما لاننا مش بنشوفها كتير. وعلى الرغم اني معجب جدا بالجانب ده، بس الفيلم فاجئني انه من غير ده عنده قصة درامية ومتماسكة وكتابة شخصيات واقعية، وخصوصا بطلنا الرئيسي واللي بنشوفه بعد الحرب ازاي الموضوع ده اثر عليه، والصراعات النفسية اللي عنده اتقدمت بشكل اكتر من رائع ومميز. وهنا اقدر اقول ان اي حد مستني انه يشوف فيلم الجودزيلا زي اللي بنشوفه في افلام هوليوود الامريكية فهو هيتصدم من قصته والايقاع، لان فيلمنا عايز يقدم دراما بحت وهو نجح في ده وتعمق في كل التفاصيل. الاداءات التمثيلية كلها بلا استثناء موفقة ورائعة. عيوب الفيلم لخص كلها ان كان ممكن يتشال ربع ساعة مثلا في النص التاني، مش علشان ممل بس كان هيخلي التجربة ما فيهاش مشاكل. وفي المجمل ده واحد من افضل افلام السنة اللي فاتت واللي للاسف نزلت متأخر، لكن طبعا له مكان ضمن الافلام الاعظم وقتها. تقييمي النهائي 9 من 10.